درس الرابع بيتكلم عن محمد علي وبناء الدولة الحديثة. عارفين بقى لما تمكن محمد علي بانفراد بحكم بدأ ينفرد بحكم مصر. عايز يبني مصر دولة حديثة على نظام الطريقة الأوروبية، يبقى عايز يبنيها على أسلوب حديث أوروبي. طب تعالوا نعرف بقى محمد علي هيعمل إيه عشان يبني على الطريقة الأوروبية الحديثة. فقام بالعديد من الإصلاحات في جميع النواحي. أول حاجة في مظاهر بناء الدولة الحديثة هيهتم بالبناء الاقتصادي. مين البناء الاقتصادي؟ يعني هنتكلم عن ثلاثة. هنتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة. كل طبعا يلا كده افتح معايا كده، يلا كتابك، يلا مذكرتك بتاعتي معايا، يلا كده كوباية قهوة فنجان الشاي كده، يلا الله يكرمك عشان تركز معايا فيها وتركز معايا في كل كلمة وتحفظ معايا. محمد علي نظم الاقتصاد المصري، قلت لكم هو مين؟ الزراعة والصناعة والتجارة، على اساس نظام اسمه نظام الاحتكار. وقف لحد هنا بقى كده. يبقى يجي يقول لك سؤال هنا اكمل. نظم محمد علي نظام الاقتصاد المصري على نظام اسمه، هطبق نظام اسمه نظام الاحتكار. خدوا بالكم مش نظام الالتزام. نظام الالتزام كانت في الدوله العثمانيه. اما كان عندنا في النظام الاقتصاد في محمد علي نظام الاحتكار. ليه؟ ايه السبب بقى في ذلك؟ بيقول لك عشان يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية، عشان يقدر ينافس غيرها من الدول. تاني يبقى يضمن الدخول فين؟ في منافسة مع طرق التجارة عشان يضمن الدخول في منافسة مع الدول الأوروبية. فطبق الاحتكار. احتكر مين ومين؟ الزراعة والصناعة والتجارة. يبقى احتكر ايه يا شباب؟ الزراعة والصناعة والتجارة. طب يا ميس يعني ايه الاحتكار ده بقى؟ بصوا معايا بقى كده. ده النظام تقوم فيه الحكومة متمثلة في يد مين؟ محمد علي. يعني الحكومة هي مين مسك الحكومة؟ محمد علي. هيحتكر ايه؟ بيقول لك هيحدد نوع الغلات التي تزرع. انا عايز ارض قمح، الارض دي قطن، الارض دي محاصيل زراعية، محاصيل غذائية، هكذا. يبقى حدد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج. انا عايز المصنع ده مواد خام، المصنع ده ملابس، المصنع ده منتجات، المصنع ده الصناعات الأسلحة كذا. وبيحدد ايه؟ ثمن شرائهم وثمن بيعهم فين؟ في الأسواق. أنا عايز أحدد نوع الثمن، الشراء والبيع في السوق. يعني حد هو اللي بيحدد هيشتري المحاصيل بكام، هيحدد هو يشتري الملابس بكام من المصانع من مواد الخام، هو اللي بيحدد. يبقى هو كده محتكر مش محتكر؟ محتكر. يبقى محمد علي قلنا يعني نظام احتكار هو نظام تكون فيه الحكومة متمثلة في يد مين؟ محمد علي. بيحدد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وثمن شراء او بيعها في السوق. تاني يبقى اسمه نظام الاحتكار. يبقى محمد علي طبق نظام اسمه نظام الاحتكار. ليه؟ عشان يضمن ينافس جميع الدول الاخرى. طبعا محمد علي ذكي قوي. طب تعالوا نعرف بقى عمل ايه في الزراعه. ركزوا معايا كده في الزراعه. في الزراعه عندنا بص يا شباب، بيقول لك محمد علي في الزراعة عمل ايه؟ قام محمد علي بعدة للنهوض في الزراعة. يجي يقول لك دلل ايه هي اللي عملها بقى في الزراعة. ركزوا بقى معايا. أول حاجة هو لغى نظام اسمه نظام الالتزام. أول حاجة لغى نظام اسمه نظام الالتزام اللي طبقه الدولة العثمانية، في حين هو أصلا طبق نظام جديد اسمه نظام الاحتكار. طب عمل ايه كمان يا ميس؟ طب احنا عارفين في ايام الدوله العثمانيه كان اصلا كان متملك الارض الزراعيه، او هو كان بيزرع. كان بيعمل ايه في الدوله العثمانيه؟ كان اصلا الفلاح كان بيزرع في الارض الزراعيه فقط. فقعد محمد علي بقى وزع مساحات من الاراضي على الفلاحين. يبقى هنا في عكس، يبقى في ايام الدوله العثمانيه اصلا خلى الفلاح يزرع في الارض الزراعيه، اما هنا في عهد محمد علي وزع مساحات من الاراضي على الفلاحين. اتبع بقى سياسة تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل في إنتاج الزراعة. عايز يزود دخل قومي، يجيب فلوس من الزراعة عشان اكتفاء ذاتي يحقق. عايز محمد علي يحقق اكتفاء ذاتي في الزراعة، مش عايز يجيب حاجة من بره خالص، مش عايز يشتري حاجة من بره خالص. ده بالعكس أنا عايز أبيع أكتر من مشتري. طب عمل إيه بقى السؤال هنا؟ دلل. اتبع محمد علي سياسة زراعية تهدف إلى توفير أكبر قدر من إنتاج الزراعة. ركز معايا كده. وزع الأراضي على الفلاحين. يبقى أول حاجة زود الفلاحين بكل ما يلزمهم الزراعة. قال لهم أنتوا عايزين إيه؟ آلات؟ حاضر. عايزين إيه؟ أساليب علمية حديثة؟ حاضر. عايزين آلات؟ خدوا آلات، بس تزرعوا وتعملوا وتنتجوا. يبقى وزع
على الفلاحين كل ما يلزمهم نزرعه. 2 ادخل اساليب ري حديثه. احنا ايام الدوله العثمانيه عارفين ان اصلا كان الحكام مهملين. طبعا محمد علي يبقى اهتم بالاساليب ايه الحديثه، يبقى اهتم باساليب حديثه وغلات زراعيه ايه جديده. دخل غلات جديده زي اشجار التوت، دخلها جديده اصلا ما شاء الله. محمد علي اصلا يعني الله ينور عليه. عمل ايه كمان؟ انشا مدرسه للزراعه زي كليه الزراعه كده. يبقى عمل مدرسه لمين؟ للزراعه. فاستخدم خبراء من الخارج. يبقى استخدم خبراء الزراعيين منين؟ من الخارج. عمل ايه كمان محمد علي؟ ركز بقى معايا كده. محمد علي حسن طرق الري. عمل ايه كمان؟ حسن طرق مين؟ الري. طرق الري حسنها بعد ما كانت مهمله ايام الدوله العثمانيه خالص. فحفر ترعه اسمها ترعه مين؟ المحموديه والقناطر الخيريه. يبقى يجي لك هنا سؤال: ما النتائج المترتبه على تحسين طرق الري ادى ليه؟ انشا ترعه المحموديه والقناطر الخيريه. يبقى محمد علي اهتم كده بالزراعه ما اهتمش؟ اهتم. بدا يعلي في الزراعه في مصر ما يعليهاش؟ يعليها عشان يجيب فلوس لمين؟ لمصر. طب ازاي بقى طبق؟ يجي يقول لك دلل ازاي بقى طبق نظام احتكار في الزراعه؟ عن طريق قلت لكم ايه؟ حدد نوع الغلات التي تزرع. راح الارض دي محاصيل ايه؟ القطن، الارض دي محاصيل غذائيه، الارض دي منتجات غذائيه، محاصيل فاكهه، هكذا. وهو اللي بيحدد ثمن ايه؟ انا هشتريها بكام وابيعها بكام. هو اللي بيشتريها من الفلاح. يبقى كده احتكار. وبيبيعها بسعر معين. يبقى حدد نوع الغلات تزرع، حدد ثمن شرائها وثمن بيعها فين؟ في الاسواق. طيب نيجي نخش على الصناعه. طبعا الزراعه تطورت، اكيد الصناعه تتطور. محمد علي بدا يطور في الصناعه في مصر. احنا عارفين الصناعه في مصر ايام الدوله العثمانيه كانت واقعه. ليه؟ لان سليم الاول اخذ كل الناس الحرف كلها وداها على فين؟ على هناك بره في الاسلام. محمد علي بقى هنا هيبتدي يعمل ايه بقى؟ يطور في الصناعه. ازاي؟ قام محمد علي بتطوير وتحديث الصناعه. اقام المصانع الحكوميه مثل مصنع مين ومين؟ الغزل والنسيج والورق والسكر. مصنع مين ومين يا جماعه؟ غزل والنسيج والورق والسكر. يبقى عمل غزل ونسيج وعمل ورق ومين؟ وسكر. 2 جمع الصبيه في العمل في مصانع الدوله. طب انت عندك المصانع فتحها دي لازم الناس تشتغل. فجاب مين بقى؟ جاب كل الصبيه اللي هم الطلاب اللي لسه طالعين بقى من اعدادي داخلين في الثانوي. عارفين المدارس اللي هي اللي زي الدبلوم، دبلوم تجاري، دبلوم صنايع. دول يا جماعه يعتبر في المدرسه وبرده بيشتغلون فين؟ في المصانع. فجمع الصبيه اللي عام باجور ايه؟ رمزيه. طب ما النتائج لما جمع الصبيه في الاجور الرمزيه اصبحت من مثابه مدارس مين؟ صناعيه. ده سؤال يجي لنا: ما النتائج؟ يبقى ما النتائج على جمع الصبيه اللي عام في المصانع ادى ذلك ايه؟ اصبحت من مدارس ايه؟ صناعيه. طيب هو بس اعتنى؟ هو كده اهتم بالصناعه الاداره المحليه. برضو استعان بمين بقى وبمخارج بره؟ جاب ناس من بره عشان تعلمنا وتخلينا نستفيد منهم. جمع ايه بقى؟ بيقول لك استعان بالخبرات الاجنبيه من الناس اللي بره عشان يعلمونا هنا في مصر. وارسل بعثات مين للخارج؟ وترجم الكتب الخاصه المختلفه. يعني في كتب جايه من بره عايزين نترجمها عشان ايه؟ في مختلف الصناعات عشان نستفيد منهم. يبقى اول حاجه عمل مصانع. 2 عمل جمع الصبيه عشان تشتغل في المصانع. استعان بالخبره الاجنبيه عشان تعلمنا ونترجم الكتب بتاعتها. واعمل بعثات مين؟ للخارج. يبقى كده في الصناعه اعتمد على الاداره من المحليه والخبره ايه؟ الاجنبيه. ده في الصناعه. طب يا ميس بقى ازاي طبق النظام احتكار في الصناعه؟ بص معايا بقى كده. محمد علي طبق نظام احتكار في الصناعه عن طريق يدلل. يجي يقول لك هنا سؤال دلل، او يجي يقول لك سؤال تاني: اتبع السياسه تهدف الى السيطره على الانتاج الصناعي وتوزيعه. ده بيجي لك سؤال دلل او بما تفسر. ازاي بقى يستوعب سياسه تهدف لزياده الدخل في الصناعه؟ عن طريق ايه؟ مد الصناعه بالمواد مين؟ الخام. لازم الصناعه مدهم بمواد الخام. انا عايز المصنع ده ايه؟ قطن، خد الماده الخام قطن. المصنع ده ملابس، خد الماده الخام بتاعتها. المصنع ده محاصيل، المصنع ده اسلحه، خد الماده الخام. يبقى مدهم بمواد ايه؟ الخام. طيب مين هيبيع ويشتري؟ مين هيشتري منهم؟ محمد علي. هو اللي بيحدد ايه بقى؟ شراء المنتجات مين؟ الصناعيه. هو اللي اشترى منهم منتجات. مالكوش دعوه بقى هو هيبيعها لمين. هو يبيعها بقى بمزاجه. يبقى هو اللي بيحدد وهو اللي بيشتري منه. يبقى ده اسمه نظام مين؟ الاحتكار. اسمه نظام مين يا جماعه؟ الاحتكار. هو اللي بيحدد هو اللي بيشتري. ده كده محتكر.
محتاجه كل السلع والمنتجات في مصر. طيب تفتكروا التجاره عندنا هتتطور مش هتتطور؟ طبعا هتتطور. ازاي بقى؟ بص معايا بقى كده. يجي يقول لك التجاره اتطورت ازاي؟ برضو التجاره عندنا خد بالك عشان بيجي لك سؤال هنا ما بتفسر. نشاط التجاره الداخليه والخارجيه في مصر ليه؟ بيقول لك بسبب ازدهار مين؟ الزراعه والصناعه والاستقرار الداخلي. طب احنا عارفين التجاره ايام الدوله العثمانيه كانت واقعه بسبب التطور في الزراعه وفي الصناعه وما كانش في امن. محمد علي عالج الكلام ده. هو طور في الزراعه، طور في الصناعه، حصل ايه؟ بقى عندنا امن واستقرار مين داخلي، عشان كده التجاره تطور ايه؟ تقدمت. طيب ازاي طبق محمد علي نظام احتكار بقى في التجاره؟ يجي يقول لك صدق ليه؟ اول حاجه قلت لكم هو بيشتري منين؟ من الفلاح ومن مين؟ من الصناع. طيب بعد ما بيشتري بيجمعهم في مخازن. طب لما يجمعهم في مخازن هيبيعهم لمين؟ مش هيبيعهم هنا في مصر، هيبيع للناس فئه معينه. مين الفئه المعينه تتباع بقى؟ للتجار. مين؟ الاجانب. هيبيع للخارج لبره بحساب الحكومه المصريه. يبقى تسويق جميع المحاصيل الزراعيه والمنتجات الصناعيه بعد ايه؟ شرائها وجمعها في مخازن مين؟ الدوله. يبقى هو هيشتري منتجات الزراعيه والصناعيه بعد ما يجمعها فين؟ في مخازن الدوله. طب بعد ما يجمعها ويشتريها قلت لكم هيبيعها لمين؟ للتجار الاجانب في مصر. ايه كمان؟ هيبيع للاجانب لحساب الحكومه المصريه للخارج. احتجر تجاره اسمها تجاره مين؟ الواردات. يعني مش هنشتري حاجه من بره خالص. محدش هيشتري حاجه من بره. ده احنا هنبيع، هنزود صادراتنا اكتر من واردتنا. مش هنشتري، احنا هنبيع لبره مش هنشتري. شفت محمد علي ذكي ازاي؟ شخصيه جامده جدا جدا. طيب برضو محمد علي في النقل والمواصلات، احنا عندنا في النقل والمواصلات برضو كان عندنا ايام الدوله العثمانيه كان واقع. محمد علي عالج المشكله دي ازاي؟ بيقول لك اهتم محمد علي بالنقل والمواصلات عن طريق ايه؟ طب احنا ايام الدوله العثمانيه الطرق عندنا البريه كانت بايظه. هو عمل ايه بقى؟ تهميد وامن الطرق مين؟ البريه والبحريه. امنها من بدو الصحراء. اتنين بنى اسطولا في البحر مين؟ الاحمر والمتوسط. هنعمل اسطول كيف في البحر المتوسط. تلاتة حفر الترع والتنمية المصرية. هو حفر الترع والتنمية المصرية دي يا جماعة عشان يهتم بالتجارة، عشان يبقى في حلقة اتصال بالمدن بين المحافظات كلها. تلاتة طهر البحر الأحمر من القناصل. القناصل اللي هم الحرامية اللي موجودين في البحر. يبقى نقول تاني، يبقى أنا عندنا في المواصلات أمن الطرق البرية والبحرية، بنى أسطول في البحر الأحمر المتوسط. تلاتة حفر الترع والتنمية المصرية، تطهير البحر الأحمر من القناصل. طيب احنا عرفنا بقى اتكلمنا عن سياسة محمد علي في الزراعة والصناعة والتجارة. حلو الكلام؟ طيب نتيجة النظام اللي هو طبقه محمد علي في الزراعة والصناعة والتجارة اللي هو نظام الاحتكار أثرت على الطبقات الاجتماعية. ازاي؟ تعالوا بقى نعرف. ودي بالك الحتة دي مهمة قوي. مخمخ كده معايا سنة تالتة. بيقول لك كان سياسة محمد الاقتصادية أثرها في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية فين؟ في مصر. أدى ذلك إلى إيه؟ بيجي يقول لك دلل أو ما النتائج. أو ما إيه؟ ما النتائج. أدى إلى تدهور واختفاء طبقات وظهور طبقة مين أخرى. يبقى أدى إلى إيه؟ اختفاء طبقات وظهور طبقات مين أخرى. طب إيه بقى مثل اختفت؟ أول حاجة انتهى نفوذ مين؟ المماليك. ركز معايا. أول حاجة انتهى مين؟ المماليك. فظهرت مين مكانها؟ أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية. يبقى مين اختفت؟ مين اختفت؟ المماليك. مين ظهرت؟ محمد علي. يبقى مين اختفى؟ المماليك. مين ظهرت؟ أسرة محمد علي. اتنين تضاءل نفوذ علماء الازهر. طب احنا عارفين طبعا محمد علي قضى على علماء الازهر والقيادات الشعبيه كلها اصلا في مصر اللي هو مكرم زعماء الشعبيه. فلما طردهم من مصر ظهرت مين مكانها؟ طبقه الاعيان وطبقه عمال الصناعه. يبقى الاعيان ومين؟ والعمال الصناعه مع استمرار طوائف مين؟ الحرف كوسطاء للحكومه. يبقى مين اللي استمر كواسط للحكومه؟ طوائف الحرف. تدهورت طبقة مين يا جماعة؟ عندنا في طبقة تدهورت اسمها طبقة مين؟ التجار. طبعا التجار لازم تدهور. عارفين ليه تدهورت؟ عشان هو كان محتكر المنتجات كلها وهو اللي بيبيع وهو اللي بيشتري. فالتجار ايه لازمتهم بقى؟ مش بيعملوا حاجة خالص. فظهرت مكانها مين بقى؟ طب احنا عارفين ان البدو كانوا عاملين مصايب ايام الدولة العثمانية. بيقول لك البدو كان عمل لهم ايه بقى؟ خلاهم بقى طبقة اجتماعية مستقرة، عمل لهم مساكن بقى ووفر لهم اشغال ليهم. يبقى تدورت طبقة التجار فظهرت مين بقى؟
طبقة البدو كقوة ايه مجتمعية ايه مستقرة. يبقى أول حاجة المماليك اختفت، ظهرت مكانها مين؟ أسرة محمد علي. تمام؟ الأزهر الشريف والزعامة الشعبية، فظهرت مين مكانها؟ قلنا مين؟ ظهرت مين؟ طبقة الأعيان. طبقة مين؟ الأعيان. وعندنا مين كمان؟ وعمال الصناعة. عمال الصناعة. تمام؟ طيب عندنا طبقة مين اختفت تاني؟ التجار، فظهرت مكانها طبقة مين؟ البدو. أظن سهلة كده اتلخصت. مماليك محمد علي، علماء الأزهر وقيادة الشعبية، ظهرت مكانها مين؟ الأعيان وعمال الصناعة. طبقة التجار اختفت، ظهرت مكانها مين؟ طبقة البدو. طيب معايا بقى في اللي جاي كده يعتبر خلصنا الجزء اللي بتاع الزراعة والصناعة والتجارة. طيب نيجي بقى نخش على التعليم. محمد علي لقى ان التعليم في مصر طبعا وقع. ليه وقع؟ عشان ايام الحملة الفرنسية كانت مبوظة التعليم. ازاي؟ يجي يقول لك اهتم محمد علي بالتعليم والثقافة. ليه يا محمد علي؟ عشان اللي حاجته ايه؟ عايز موظفين وعايز فنيين متخصصين. يبقى عايز ايه؟ موظفين وفنيين ومتخصصين. يبقى ليه اهتم بالتعليم؟ عايز موظفين وفنيين ومتخصصين. يبقى عايز مين؟ موظفين وفنيين متخصصين. طب عايز موظفين ليه؟ عشان يسد المصالح الحكومية. لسد مين؟ المصالح الحكومية. طب عايز فنيين متخصصين ليه؟ لسد حاجة مين؟ الجيش والأسطول. ناس متخصصة بقى تشتغل في الجيش والأسطول. فعمل ايه بقى؟ دلل. فاهتم محمد علي بالتعليم والثقافة. عمل ايه؟ ايه اللي عمله؟ اول حاجة انشأ المدارس الحديثة اللي هي الكليات مثل الطب والزراعة ومدرستين. 2 ارسل بعثات الى اوروبا عشان الناس تتعلم، مثل مين؟ رفاعي الطهطاوي، علي باشا مبارك. الاثنين اسهموا في استمرار في النهضه التعليميه. بعد على طول من اوروبا استعان ببعض الخبرات الاجنبيه من اوروبا. ليه؟ عشان تدريس فين؟ في المدارس العاليه، وكمان ومساهمه في الترجمه. يبقى اول حاجه انشا مدارس الحديثه. 2 ارسل بعثات الى اوروبا. 3 استعان ببعض الاساتذه مين؟ الاجانب. احنا عرفنا كده. يبقى استعان ببعض الاساتذه الاجانب ليه؟ قلنا عشان تدريس فين؟ في المدارس العليا. 2 المساهمه في حركه الترجمه. الحاجه الثالثه بقى انشاء المطبعه الامريه في بولاق. انشا المطبعه الامريه في بولاق. لمن تنسب الاعمال؟ مين انشا المطبعه الامريه في بولاق؟ هتقول له مين؟ محمد علي. خد بالك عشان نركز في من تنسب الاعمال لازم يجي لك طبعا شخصيات انت ثالثه اعدادي وتاريخ. فالله يكرمك بقى ركز كده. يبقى من تنسب الاعمال؟ مين انشا المطبعه الامريه في بولاق؟ محمد علي. ليه؟ لطبع الكتب مين؟ زمن المدارس. طبع كتب المدارس. طبع الكتب مين؟ الادبيه والفنيه. يبقى طبع كتب مين؟ على المدارس. 2 طبع كتب مين؟ الادبيه والفنيه. انشا صحيفه مين؟ الوقائع المصريه. لمن تنسب الاعمال؟ مين انشا مطبعه الامريه في بولاق؟ محمد علي. مين انشا صحيفه الوقائع المصريه؟ محمد علي. يبقى ركز لمن تنسب الاعمال. تمام كده؟ طيب يبقى عرفنا كده محمد هيهتم بالتعليم ليه، وعرفنا ان هو ايه السبب، ليه، الاسباب، ودلل عرفناه. طيب بدأ برضو محمد علي يهتم برضو بالقوة العسكرية اللي هو الجيش. أدرك محمد علي بناء القوة العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة. فكانت جميع مشروعاته مين؟ العمرانية والتعليمية تهدف لسد احتياجات مين؟ الجيش وبناء القوة العسكرية. يبقى ليه محمد علي هو اهتم بالقوة العسكرية؟ ليه؟ لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة. تحقيق أهدافه إيه؟ في بناء الدولة الحديثة. فكل مشروعاته اللي كان بيبنيها أو مشروعاته في التعليم عشان تسد حاجة مين؟ الجيش وبناء القوة العسكرية. فبدأ محمد علي يهتم بالقوة العسكرية على النظام مين؟ برضه على التراث الأوروبي إيه؟ الحديث. طيب ايه بقى اللي عمله محمد علي؟ ركز بقى كده معايا في بناء القوة. يجي يقول لك سؤال دلل اهتم محمد علي ببناء القوة العسكرية ليه؟ ايه اللي حصل بقى؟ دلل. اول حاجة ركز كده معايا رقم 1 اعداد ضباط
2 إعداد جنود. 3 إنشاء أسطول. 4 إنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة. تاني، يبقى عمل حاجة 4 حاجات. يبقى عمل إيه لما تم القوة العسكرية؟ مع بعض كده، ها، إعداد ضباط، إعداد جنود، إعداد ضباط، إعداد جنود، إنشاء أسطول، إنشاء مصانع الأسلحة. عايز ضباط، عايز جنود، عايز إيه كمان؟ عايز أسلحة، وعايز إيه؟ أسطول. فعمل إيه رقم 1 بقى؟ أول حاجة عايز ضباط عشان المدرسة بتاعته إزاي؟ هو عايز ضباط في الأول عشان إيه؟ يقوي. فأنشأ لهم مدرسة إيه؟ عسكرية. أول مدرسة فين؟ في أسوان. يبقى أنشأ مدرسة عسكرية في مدينة إيه؟ أسوان. 2 استخدم ضباط ومعلمين من بره عشان يشغلهم في المدرسة دي، عشان احنا قلنا عايزين نبني على التراث ايه؟ الأوروبي الحديث. فعمل ايه بقى؟ ذو خبرة عليه. جاب مين بقى؟ استعان بأحد ضباط الجيش الفرنسي اسمه ايه؟ الكولونيل ايه؟ سيف. اسمه الكولونيل ايه يا جماعة؟ سيف. يجي يقول لك هنا سؤال: ما العلاقة بين محمد علي وفرنسا؟ ايه دخل محمد علي بفرنسا؟ ان محمد علي استعان ببعض مين؟ ضباط الجيش مين الفرنسي؟ اسمه الكولونيل سيف. طيب الحاجة التانية بقى إعداد جنود. في البداية خالص قال إيه؟ هيبتدي يستعين بمين؟ بالضباط الجيش مين؟ السودانيين. السودانيين طب ليه يا عم الحاج؟ عشان عندهم خبرة وعندهم شجاعة، هيقدروا يستحملوا. فبدأ يستعين في الأول خالص بتجنيد مين؟ السودانيين. ثم اتجه بعد ذلك تجنيد مين؟ المصريين. يبقى أول حاجة استعان بمين؟ السودانيين. ما أثبتوش قدرتهم، ما قدروش يستحملوا عندنا الطبيعة الجغرافية في مصر. فاثبتوا مين اللي اثبتوا قدرتهم بقى؟ المصريين. اثبتوا قدرتهم في ايه بقى؟ اول حاجه انتظام في التدريب، اطاعه الاوامر العسكريه، بيدان القتال الخارجي. تاني يبقى استعان بمين؟ اول حاجه السودانيين. اثبتوا قدرتهم؟ لا. فمين اخذ مين بقى؟ المصريين. استعان بايه؟ انتظام في التدريب، اطاعه الاوامر العسكريه، ميدان القتال الخارجي. طيب يبقى كده اتكلمنا عن الجنود والضباط. نيجي نخش على الاسطول. طب احنا عارفين يعني ايه اسطول يا شباب؟ اسطول عباره عن سفن كبيره بتمشي في البحر وفيها جيش. بدا ينشئ ايه؟ محمد علي بقى ينشئ اسطولهم نفسه، مش يجيب اسطول من بره، ينشئ نفسه. فبدا يبقى انشا ترسانه بحريه لصناعه مين؟ السفن. يبقى انشا ترسانه بحريه لصناعه السفن. فين وفين؟ في بولاق والاسكندريه. في بولاق والاسكندريه. يبقى عمل ترسانه بحريه لصناعه السفن. عمل ترسانه بحريه في صناعه مين؟ السفن. في بولاق والاسكندريه. في بولاق والاسكندريه. وزودها كافه اسلحه. بدا يعد ايه؟ اماكن للتدريب وتعليم البحاره والجنود. عايزين اماكن عشان يدربوا البحاره والجنود. عمل ايه كمان؟ انشا مصانع الاسلحه والذخيره. خدوا بالكم هنا اعتمد على الاسلحه. هنا اعتمد في اسلحته على الاكتفاء الذاتي، ما خدش اسلحه من بره. ده عمل ترسانه هنا. يبقى يجي يقول لك ده اللي هنا اهتم محمد علي بالتصنيع الحربي. عمل ايه بقى؟ انشا ترسانه فين؟ في القلعه لتصنيع مين؟ الاسلحه. يبقى عمل ترسانه في القلعه تصنيع مين يا جماعه؟ الاسلحه. يبقى هو عمل ترسانه صناعه السفن، وعمل ترسانه في القلعه تصنيع مين؟ الاسلحه. برضو محمد علي بدأ يهتم بإيه؟ بدأ يهتم عندنا بحماية السواحل الشمالية. إزاي؟ عن طريق عمل قلاع فين؟ اسكندرية ورشيد ودمياط. يبقى عمل بقى فين قلاع؟ عند الساحل الشمالية فين؟ اسكندرية، دمياط، اسكندرية ورشيد. دمياط اسكندرية ومين؟ ورشيد. يبقى اسكندرية رشيد دمياط. اسكندرية رشيد إيه؟ دمياط. طيب كده اتكلمنا عن القوة العسكرية. فاضل قدامي عندي بناء مين بقى؟ السياسي. عمل ايه بقى في البناء السياسي؟ بيقول لك محمد علي لما جه عايز ينظم الدولة. عندما تولى محمد علي في الحكم بدأ في إعادة تنظيم الإدارة. ليه؟ بما تفسر. بيقول لك حتى يستطيع السيطرة الكاملة على شؤون مين؟ البلاد. عايزة يسيطر على البلد. طب ازاي يسيطر على البلد؟ اتخذ عدة إجراءات. يبقى ازاي محمد علي سيطر على البلاد؟ دلل. اول حاجه قسم مصر اداريه. كم مديريه؟ 7 مديريات. يبقى قسم مصر كم اداريه؟ كم مديريه؟ 7 مديريات. وعلى راس النظام الاداري حكومه ايه؟ مركزيه. مين الحكومه المركزيه؟ دي مين؟ محمد علي القاهره. يبقى قسم مصر اداريه كم مديريه؟ 7 مديريات. وعلى راس هذا النظام حكومه مين؟ مركزيه تصدر جميع الاوامر. يا محمد علي هو اللي بيصدر جميع الاوامر، واجب التنفيذ. 2
أنشأ عدة مجالس ودواوين مثل عندنا مين؟ مجلس المشورة والديوان العالي. مجلس المشورة والديوان العالي مين اللي عملهم؟ محمد علي. خد بالك احنا عندنا نابليون عمل دواوين ما عملش عمل مثل ديوان مين؟ القاهرة. ديوان مين؟ الأقاليم. فركز معانا ديوان العام. أما محمد علي عمل ديوان مين؟ العالي. مجلس المشورة أصدر لائحة جديدة عام كام؟ 1800 كام؟ 38. وليه؟ بما تفسر ما النتائج نركز فيها. لائحة يعني دستور، ركزها لي. جات لهم مجال في امتحان ليه؟ لإعادة تنظيم الإدارة. عايز يعيد تاني تنظيمه تاني، فخلاها احنا عندنا كان فاكرنا قدام كام؟ 7 مدير، خلاها من كام بقى وكام دواوين؟ نظم الإدارة كام ديوان؟ 7 دواوين يعني وزارات، وحدد اختصاص كل واحدة. يبقى قول تاني، يبقى قسم مصر إدارية كام مديرية؟ 7 مديريات، وعلى رأسهم حكومة ايه؟ مركزية. 2 أنشأ عدة مجالس ودواوين مثل مجلس مين؟ المشورة الديوان العالي. أصدر لائحة جديدة عام كام؟ 1838 لإعادة تنظيم الإدارة في مصر، اللي خلاها كام مديرية؟ كام ديوان؟ 7 دواوين. تمام؟ طيب نيجي بقى نخش على سياسة محمد علي الخارجية. معايا بقى يا شباب الجزء الثاني اللي هو سياسة محمد علي الخارجية. سياسة محمد علي الخارجية. ما دخلتش انت قلاشات خالص في الحصة. ما دخلتش انت قلاشات خالص في الفيديو. عبد الله ما بيدخلش قلاشات. كده بركز في عبد الله ما بيدخلش قلاشات، يعني الطالب كده هيفصل مني. عبد الله ماشي. محمد علي سياسة محمد الخارجية. سعى محمد علي عايز ينفصل عن الدولة مين؟ العثمانية، وعايز يحقق استقلال مصر. فمرت هذه العلاقة بالدولة العثمانية كم مرحلة؟ مرحلتين. وخد بالك ان لم تكن، بيجي لك هنا سؤال دلل، لم تكن علاقة محمد علي والدولة العثمانية تقوم على وتيرة واحدة. ليه؟ لأنها مرت بكم مرحلة؟ 2. أول مرحلة عندنا مرحلة مين؟ الاتفاق. في حروب السلطان العثماني بعتها لمحمد علي متفق فيها، اللي هو يبعتها، اللي هي حرب مين؟ شبه الجزيرة العربية، حرب اليونان، عشان بتهدد استقلال العثمانية، ودي بناء على طلب السلطان العثماني. اما في بقى مرحله الخلاف والصدام اللي مرت على ايه؟ رغبه محمد علي. مرحله مين؟ حرب السودان والشام. السودان وايه؟ والشام، ودي بناء على رغبه محمد علي. تاني يبقى انا عندي كام مرحله؟ 2، اتفاق وخلاف. اتفاق وايه؟ خلاف. اتفاق حرب مين؟ شبه الجزيره العربيه وحرب اليونان على طلب السلطان العثماني. اما الخلاف محمد علي راح يفتح دول لوحده، اللي حرب بينه مين؟ الشام وحرب مين؟ السودان، رغبته هو. طب نمسك اول واحده كده معايا بقى كده، ركز معايا في اللي جاي قوي قوي يا باشا. يا باشا يا باشا، عشان الجزء اللي جاي ده ايه؟ مهم يا باشا. نعم يا مودة، عايز حاجه يا مودة ولا ايه؟ طيب مش عايز حاجه صح؟ ماشي. مين اللي تحت يا مودة؟ في صداع تحت. ايه؟ جايين من تحت. عندي جايين بدري ليه كده؟ جايين يراجعوا؟ مين دول؟ هبه ولميس. جايين يراجعوا؟